عمرك سألت نفسك ليه البشر بيجروا ورا الفضاء وبيصرفوا مليارات علشان يطلعوا فوق، بس محدش بيغوص تحت البحر غير لمسافات معينة وبعد كده بيقفوا فجأة؟ هو مش المفروض إن المحيط أقرب وأسهل؟ يعني إحنا عارفين عن الكواكب البعيدة اللي فوق أكتر ما عارفين عن أعماق البحر اللي تحت رجلينا. الغريب إنك لو دورت هتلاقي إن في فترة من الزمن كان في أبحاث وتجارب عميقة قوية في المحيطات. فجأة من غير مقدمات كل حاجة وقفت، الملفات اتقفلت، الميزانيات اتقطعت، والعلماء اللي كانوا بيشتغلوا في المشاريع دي اختفوا واتحولت لأبحاث تانية ملهاش أي علاقة بالبحر. في ناس بتقول إن الموضوع مش بالصدفة، ده في سر ورا الموضوع، في كلام إنهم وصلوا لحاجة تحت، حاجة مش طبيعية، حاجة لو الناس عرفتها ممكن الدنيا كلها تتغير. انت متخيل إن المحيط اللي انت شايفه ده، اللي بتعتبره مجرد بحر وسمك وحيتان، ممكن يكون جواه حضارات أقدم مننا بكتير بملايين السنين، أو مخلوقات أكبر بكتير من اللي بنشوفها في الأفلام؟ عارف لما يقولك إن البحر فيه مناطق مظلمة ما بيوصلهاش ضوء، وكاميرات حديثة نزلت لحد معين وبعدها الشاشات اسودت خالص؟ مش عطل ومش صدفة، لأ، ده كان في حاجة هناك منعت إن أي حاجة تكمل تصوير. في مستندات اتسربت بتقول إن الغواصات العسكرية في أكتر من دولة اصطدمت بحاجات ضخمة جدا تحت، مش جبال ومش صخور، كيانات بتتحرك بسرعة أكبر من أي غواصة بشرية. وفي شهود عيان من البحارة نفسهم اللي حكوا إنهم شافوا أضواء ضخمة طالعة من قاع البحر وأصوات غريبة بتخلي الحديد نفسه يتهز. طب خد عندك دي، في سنة من السنين علماء كانوا بيعملوا تجربة عادية علشان يقيسوا ضغط المية في عمق معين. فجأة الإرسال اتقطع، الغواصة الصغيرة اللي كانت معاهم رجعت فاضية، مفيش حد جواها، والكاميرات سجلت آخر لحظة زي ظل ضخم معدي بسرعة وبعدها ظلام تام. ومن ساعتها البحث في المنطقة دي وقف، كأنها نقطة ممنوع الاقتراب منها. الغريب إن الحكومات مش بتحكي التفاصيل دي، بس بيظهروا للناس إن كل حاجة تحت السيطرة، وبيشغلوك بالفضاء والمريخ وزرع نباتات فوق القمر، لكن تحت رجليك في عالم كامل، عالم مخفي. وعلى فكرة الكلام اللي بقوله لك ده مش خيال، لو ركزت هتلاقي في تقارير قديمة محذوفة من الإنترنت، وفي شهود من علماء اتكلموا وقالوا بعدها واختفوا. طب أسألك سؤال كده بيني وبينك، هو ازاي لحد النهاردة مش قادرين يصوروا قاع البحر كله، مع ان التكنولوجيا اللي عندنا دلوقتي بتوصل لصور في المريخ؟ ليه دايما البحر أعمق مما نتخيل، والخرائط ناقصة، والمناطق الخطيرة متوسمة بحذر الدخول؟ في احتمالين، يا إما فعلا في حاجة مش عايزينك تعرفها، يا إما في كيان مسيطر بيمنعهم من الاستكشاف. وبالمناسبة لو وصلت لحد هنا في الكلام اعمل لايك واشتراك علشان تعرف اللي جاي، وهتحس إنك داخل عالم غامض محدش بيحكي لك عنه. الموضوع مش هزار، في غواصين رجعوا بأمراض غريبة مفيش ليها تفسير، وفي ناس بتموت في أعماق معينة بنفس الطريقة كأن في حاجة بتستناهم هناك. وفي تسجيلات صوتية طالعة من أعماق البحار محدش قدر يحللها، أصوات لا هي حيوانات ولا آلات، كأنها أصوات تواصل، لغة مش مفهومة. والمريب أكتر إن في مناطق معينة في المحيط كل الأجهزة بتقف عن العمل، لا إشارة ولا بوصلة، وأجهزة الضغط كأن المكان نفسه بيرفض وجود البشر. وكل ما يحاولوا يغطسوا أكتر بيحصل حوادث غامضة، لدرجة إن علماء نفسهم قالوا كأن البحر بيحمي سر من أسراره. تفتكروا إيه اللي ممكن يخلي البشرية تخاف من الحقيقة؟ يمكن لو عرفنا نكتشف إننا مش لوحدينا، يمكن في كائنات تحت هي اللي كانت هنا قبلنا بآلاف السنين ولسه عايشين. دلوقتي السؤال الحقيقي، لو الموضوع مجرد خوف طبيعي من المجهول،
ولا فعلا في اتفاق عالمي علشان محدش يفتح ملفات المحيط تاني؟ ايه رأيك نكمل تسمع السر اللي مخبيينه عنك، ولا تفضل زي باقي الناس عايش فوق سطح بحر وهو جواه عالم تاني؟